نحكي على دولة الاستقلال، على مجلة الأحوال الشخصية، على تركيبة ورفاقه، من غير ما نحكي على الحزب الدستوري، الحزب اللي حمل البلاد وبناء الدولة. لن نكل لن نمل الدستوري هو الحل. 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 مسكين يريد هذا الحزب الدستوري الحر، مسكون اللي يحافظ على هالأمانة، مسكون اللي يوصل الرسالة. بالتأكيد هو الحزب الدستوري الحر برئاسة السيدة عبير موسي. عبير موسي هي اللي قامت بالدولة المدنية الحدثية واعترف بحريتها دفاعا على الدولة المدنية، ووقفت قدام كل فكر ظلامي يحب يرجع بلادنا خطوات إلى الوراء. حزب ثابت على نفس الخطى، حزب واصل على نفس المنوال في حماية حقوق المرأة، حماية نموذج المجتمع التونسي، وعدم التراجع على مجلة الأحوال الشخصية، ورفض أي مساس بحقوق المرأة. نحن الجيل الجديد، شباب تونس، كبرنا وقرينا في مدارس بناتها الدولة الوطنية، ودخلنا للجامعات كيف اللي بناتها الدولة الوطنية. نعرفوا كشباب اللي حق التعليم ما جاش بالساهل، جاء فضل نساء ورجال شافوا تونس حرة. يا هل ترى احنا اليوم فرحانين؟ اكيد لا. خاطر من حق نعيشوا في حاجة اسمها أمان، وفي مقابل ثم محن بوجود كبير وواقع صعيب. نلقاو فيه المرأة اللي تعاني من البطالة، تعاني من التهميش، تعاني من العنف بكل أنواعه، تعاني من التضييق على الكلمة الحرة، والشباب اللي كان يحلم ولا يعيش حالة إحباط. باش ترجع المرأة قوية لازم تبقى حرة. باش يبقى الشباب عنده أمل لازمته ولازم يكون حر. والحرية هي انك تقول كلمة بصوت عالي إلى صوت عبير موسي. وهنا نشغل نحكيو ونجي دور ليدر. كاين ليدر عبير موسي امرأة تونسية ما تراجعتش حتى لحظة، حتى وهي في الحبس. عبير موسي اليوم مش مجرد شخص، هي رسالة، هي رمز، هي دليل انه المرأة التونسية ديما تحب تشوف تونس في القمة. واليوم الحاجة اللي توجع برشا. عبير موسي موجودة في الحبس مش نهار ومش اثنين، مش جمعة ومش جمعتين، مش شهر ومش شهرين. عبير موجودة 679 يوم بصباحهم بليلهم، بصيفهم بخريفهم برجيحهم بشتاهم بعيدهم برمضانهم الأكثر من عامين ظلما وبهتانا. وهذا الكل من غير حتى سند قانوني، وهذا الكل وهي في إضراب جوع مش مرة ومش اثنين. يا توانسة تخيلوا معايا رئيسة حزب سياسية نلقاوها مسجونة خارج إطار القانون، ظلما محرومة من بلادها، بعيد عليهم أكثر من 200 كيلومتر، وحتى كي يمشيوا لها يلقاو الواحد محرومين من حضنها. أنا
لكن للاسف هذا واحد تعيش فيه الاستاذه عبير موسي السجينه السياسيه كل لحظه. اليوم ما جيناش نحكي كان على شخص عبير موسي، خاطر عبير موسي زادت تدافع على كل امراه موجوده في كل ربوع العالم، ضلت على كل امراه حبوا يقضوا الصوت، على كل امراه كتبت والا عبرت على راي. صحيح نعطونا من السلاسل البشريه، من الاعتصامات، من برشا وقفات، لكن ما تنجموش تسكتونا، ما تنجموش تمنعوا عزيمتنا، والتاريخ علمنا انه الحق ما يموتش طول ما فما شكون